جعانين 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 جعانين. في الوقت دوت بتعملوا ايه؟ اظن كلكم بيتقالكوا الكلمتين دول، وايه ما بيتقالوش غير في اخر الليل وانتي طبعا مش قادره تقومي ولا تعملي اي حاجه. طيب تعالوا شوفوا بقى النهارده انا عملت لهم ايه لما قالوا لي جعانين، وقلت لهم كلوا سندوتشات جبنه ولا حمر لكم بطاطس وما رضيوش، ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. بس ما تنسوش تشجعوني كتير لو الفيديو عجبكم. ابتديت ان انا اقطع شويه خضار، منهم طماطم، فلفل الوان، فلفل شطه، وكمان بصلايه تكون صغيره. قطعتهم كلهم بالشكل اللي انتوا شفتوه معايا ده. وجبت بقى طاجن عندك او صينيه عندك اي حاجه، المهم ان انت تعملي لها ايه، طبقه الاول من ورق الزبده. وانا هنا بكعبش كده ورق الزبده عشان يثبت معايا ما يفضلش يروح ويجي معايا. ببتدي طبعا ان انا اجيب كل الخضروات الحلوه ديت واضيفها في الطاجن ده، واضيف عليها شويه توابل، منهم ايه، منهم الفلفل الاسود والكزبره، كمان الكمون، وهنضيف عليهم كمان معلقه صغيره او متوسطه من البابريكا، وممكن تبدلوا البابريكا بشطه لو انتوا بتحبوا اكلاتكم تكون مشطشطه. هنضيف الملح وما تزودوش الملح. وطبعا اللي متابعني من زمان عارف ان انا بحب جدا جدا النعناع الجاف. ضفت عليهم كمان 3 فصوص ثوم مهروسين، وابتديت ان انا اقلب كل الخضروات ديت مع بعضها. المكون اللي معانا الاساسي والرئيسي وهو المكرونه. تقدروا هنا تختاروا اي نوع مكرونه انتوا بتحبوه. انا النهارده عملت مكرونه سباكيتي. لا يا نشوى، انت بتضيفي المكرونه نيه دي عمرها ما هتستوي. انا عايزه اقولك ان انت لو كملتي الفيديو دوت هتعرفي قد ايه المكرونه لما بنضيفها على الخضار بدون سلق بتبقى احلى بكتير جدا لما بنسلقها. بعد ما بضيف كميه المكرونه وهي نص كيس مكرونه، بضيف معلقتين من الزيت، كمان معلقتين كبار من معجون الطماطم، والبروتين بتاعنا النهارده هيكون علبه تونه. علبه تونه، علبه تونه، لان احنا لازم لما نيجي نعمل وجبه مكتمله العناصر الغذائيه نضيف لها بروتين. انا اخترت النهارده التونه. طيب بعد كده بضيف ليهم ايه، بضيف ليهم نص كوبايه من الميه واقفل عليهم كويس جدا جدا، واضيف كمان طبقه من ورق الزبده علشان هنا التسويه هتعتمد على ضغط البخار. في الوقت دوت الفرن بتاعنا بيبقى شغال على درجه حراره 200. هتدخل الفرن على الرف الاوسط لمده لا تقل عن 45 دقيقه. كل شويه تطلعيها من الفرن، يعني مثلا قولي كل 10 دقائق طلعيها من الفرن تقلبيها تقلبتين عشان تتاكدي ان هي كلها اختلطت كده مع بعضها لحد لما توصلي للنتيجه دي. شايفه معايا المكرونه هنا عامله ازاي؟ مفلفله وزي الفل، استوت بنسبه 100%. وعايزه اقول لكم صدقوني فعلا اللي مش هيجرب الوصفه ديت خسران كتير جدا جدا. طريقه سلق المكرونه حاجه، وان احنا نخليها تعتمد في التسويه على البخار حاجه تانية. لو لسه ما عملتوش لايك لحد دلوقتي يلا بسرعه شجعوني واعملوا للفيديو ده لايك كتير وشير كتير. بستنى دايما كومنتاتكم الحلوه. وعايزه اقول لكم كمان ان الوصفه ديت تقدروا ان انتوا تعملوها في العشاء، تقدروا ان انتوا تعملوها في الغداء. الكميه اللي احنا عملناها النهارده بتكفي من فردين ل3 افراد، حسب يعني الناس اللي بتاكل، ناس اكيله ولا ناس نص نص. انا كده خلصت فيديو النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.